اقرا لي. اقعد بقى عشان ده هياخد وقت. تليفونك اهو. واعتبر نفسك هتشتت من هنا السنه الجايه بعد ما تقرا. إنه في يوم الاثنين الموافق 15/6/2020 بناء على طلب السيد تركي عبد المحسن عبد اللطيف آل شيخ سعودي الجنسية ومحل أبو المختار مكتب الأستاذ الدكتور محمد مصطفى حسين حمودة المحامي بالنقط الكائن مكتبه في 132 شارع النيل العجوزة الجيزة. أنا محمد عواد ولا إيه؟ محمد أنا أحمد عواد محضر المحكمة الجزئية قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأنذرت السيد محمود إبراهيم عبد الرازق وشهرته محمود الخطيب بصفة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري للرياضة البدنية ويعلن وراكوا حاجة؟ على الأقل من مهلك. ويعلن بمقر عمله بالنادي الأهلي بالجزيرة قصر النيل مخاطبا مع الاستاذ سامح الدسوقي المنذر واحد الشخصيات الموضوع المنذر واحد الشخصيات السعوديه المرموقه. المنذر اللي هو طارق. المنذر اليه اللي هو السيد محمود الخطيب. المنذر اللي هو السيد. المنذر اليه السيد محمود. المنذر اللي هو السيد ترك آل شيخ واحد الشخصيات السعوديه المرموقه ونظرا لعشقه للنادي الاهلي ككيان رياضي كبير داخل مصر فقد رغب المنذر في دعم النادي الاهلي معنويا وماديا والوقوف بجوار المنذر اليه كابتن محمود الخطيب شخصيا في الانتخابات النادي الاهلي وقد لاقت هذه الرغبه قبولا من المنذر اليه وطلب منه ان يدعمه ماليا في عمليه الانتخابات كما طلب المنذر اليه منه تطوير النادي الاهلي في كافه المجالات كلاعبين ومدربين وكذلك المباني والانشاءات بما يحقق نقله تليق بالنادي الاهلي المصري ومكانته كصرح رياضي كبير وطلب ايضا من المنذر مساهمه ماليه في بناء ملعب النادي الاهلي لتحقيق حلم جمهور النادي الاهلي. وبعد ذلك اجتمع مجلس اداره النادي الاهلي وقرر بالاجماع منح المنذر الرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي وبعد منح المنذر تلك الرئاسه الشرفيه قام المنذر بتقديم المزيد من الدعم المادي للنادي الاهلي لانهاء بعض الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وقد وصل هذا الدعم الى مبلغ 228,500 لا سمعني تاني. 228,500,000 جنيه مصري. لا شريط بيسف. سمعني تاني. 228,500,000 جنيه مصري بعد خصم قيمة هدايا الساعات والتي لن ترد أخذهما النادي الأهلي على سبيل الأمانة. ثانية واحدة. لا على سبيل إيه؟ الأمانة. ماشي. لحين صرفهم على النحو التالي. رقم 1. سيبك الصرف. خلينا بقى كده. هو بقى هيك قلت له ليه؟ نعم كبير. ودعم كبير لم يسبق أحدا أن قدم مثل هذا الدعم للنادي الأهلي المصري إلا أن المنذر أثناء تواجده بالنادي الأهلي المصري كرئيس شرفي للنادي قد نما إلى علمه بوجود تلاعبات من أموال ذات. وجود إيه؟ تلاعبات. ومين اللي اتحبس؟ مين اللي اتحبس؟ كمل. وجود تلاعبات من أموال ذلك الدعم وأن أموال هذا الدعم لم يتم صرفها في الأوجه المخصصة لها والمتفق عليها بين المنذر والمنذر إليه حيث أن المنذر قدم المنذر إليه مبالغ مالية كبيرة وتبين له بأنها لم تصرف في أوجه الصرف المتفق عليها وقد تبين أيضا المنذر بأن العمال بالنادي الأهلي لم يأخذوا مكافآتهم التي خصصت لهم من المنذر. يعني راجل ترك اداله مبلغ يديه العمال. كمل يا ابني. عمل ايه بقى؟ بل استلموا منها جزء بسيط جدا منها وهذا الامر لا يتفق. ده اللي بتشتموا رئيس ناديكوا الشريف. ده اللي بتقل ادبكوا على الشريف. اللي رفع راسكم. كمل. وهذا الأمر لا يتفق مع مبادئ النادي الأهلي التي أرساها رؤساء النادي السابقين أمثال المرحوم صالح سليم. اتشتم من إمام عاشور
المنذر إليه قد أهدر هذه المبادئ. المنذر إليه هو مين بقى؟ محمود الخطيب. عمل إيه بقى؟ أهدر هذه المبادئ، وفضلا عن ذلك فإن المنذر إليه لم يستخدم الأموال التي دعم بها المنذر النادي الأهلي لتطوير منشآت وملاعب النادي الأهلي، خصوصا وأن سبب هذا الدعم هو صرفه على تلك الأغراض، ولكن المنذر إليه قد قام بصرفها في أوجه أخرى غير معلومة. لا ونبقى اسمعها تاني. هو خد 228 مليون 500 الراجل اداهم له اللي هو رئيس شرف النادي الاهلي، بيقول ايه بقى؟ لا يعمل ايه بيهم؟ ولكن المنذر اليه قد قام بصرفها في اوجه اخرى غير معلومه. تمام. وعندما طلب المنذر المستندات الداله على اوجه صرف اموال الدعم من المنذر اليه، فقد رفض المنذر اليه ذلك الطلب بدون مبرر. لا يعني هو قال له ايه؟ اديني بقى المستندات اللي صرفت فيها الفلوس. كانت اجابته رفع عمل ايه؟ قد اوجه عايز يقول له مستندات عشان اشوف تصرفتهم فين. فقد رفض المنذر اليه ذلك الطلب بدون مبرر، وتهرب من المنذر. لا ولا ما اسمعها تاني. الحته دي برضو كويس. قد رفض المنذر اليه ذلك الطلب بدون مبرر، وتهرب من وتهرب من المنذر. لا وايه تاني؟ اعتبر الشريط بيسف. وايه تاني؟ وتهرب من المنذر. تهرب. كمل. حتى لا يعطيه تلك المستندات، مما يؤكد أن تلك الأموال أصبح غير معلوم أوجه صرفها أو التصرف فيها، ولم يقم بصرفها في الأوجه المخصصة لها والمتفق عليها بين المنذر والمنذر إليه، ولم يبرز المنذر إليه المستندات الموثقة التي تثبت أوجه صرف تلك التبرعات، وهو ما حدا بقيام المنذر بتقديم بلاغ جنائي رقم 937 لسنة 2018 وارد سائر التبرعات، وهو ما حدا بقيام المنذر بتقديم بلاغ جنائي رقم 937 لسنة 2018 وارد الأموال العامة، والمقيد برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق المقيد. يعني الراجل عمل بلاغ لم يحصل على سمة موافقات بتلك التبرعات من هذه الجهة، وحيث أن تلك التبرعات قد استلمها المنذر إليه على سبيل الأمانة من المنذر لصرفها في أوجه معينة تم الاتفاق عليها بينهم، إلا أن المنذر إليه قد خان الأمان. لا عامل لا تاني اسمعها دي. إلا أن أنا اتعزلت عشان سب وقصف، مع إن القانون واللوائح يقول لك مخلة بالشرف والأمانة. سمحها لنا تاني. إلا أن المنذر إليه قد خان الأمانة. ما تشتم سمحها لي تاني. إلا أن المنذر إليه قد خان الأمانة وبدد تلك المبالغ بأن يمتنع مسؤولية عن صرف تلك المبالغ في الأغراض المتفق عليها مع المنذر، وهو ما تتوافر معه أركان جريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود. ده كلام أنا ولا كلام رئيس شرف النادي الأهلي؟ المبلغ كام يا ابني بنسى؟ 228 مليون 500 ألف. مين اللي اتحبس؟ عشان أنا قلت ما تقلقش من الله معنا. طب لما 228 مليون ونص والوزير جاي لكم هو قال معايا القضيه، شكل لجنه عشان تسليم وتسلم. تحيا مصر بتستلم كده ولا بتستلم كده ولا بتستلم كده؟ حد يفهمنا؟ خلصت انت؟ تعالى بقى بص كده. ادي البلاغ اللي انت قلت عليه. مين اتسال فيه؟ دكتور محمد حموده في صفحه 8. تعالى كده. صفحه كام؟ 8. محمد حموده ماشي كده. وبعدين محمد عزمي. عارفين محمد عزمي مين يا جماعه ولا مش عارفينه؟ في 13 اهو.